هلو، ويلكم تو توكس with إسراء. تعالوا نكمل كلام في اننا ازاي نحسن علاقتنا بالاكل ونخس ونوصل لجسم نكون مرتاحين فيه. زي ما انا قدرت ان انا اخس اكتر من 30 كيلو، والاهم من ده قدرت ان انا احافظ على الوزن ده بعيدا عن الدايتس. انا حضرت الماتشة بتاعتي وانتوا كمان اعملوا حاجة سخنة وتعالوا نكمل كلام. احنا الفيديو اللي فات اتفقنا ان احنا هنشيل تصنيف الاكل تماما، وهنبطل ان احنا نقول عليه ان ده اكل ينفع في الدايت واكل ما ينفعش في الدايت، او ان هو اكل صحي واكل مش صحي. وهنبدأ نبص للاكل بطريقة مختلفة، ان هو اكل مغذي لجسمنا اللي هو بنسميه الهول فودز، بيمد الجسم الفيتامينات والمعادن اللي هو محتاجها، واكل تاني هنسميه فان فود، ده بيغذي روحنا. وان مهم جدا ان احنا نقدر نوصل لتوازن ما بين الاتنين. واتكلمت معاكم برضو ان احنا ازاي نقدر نكون طبق متوازن. ارجعوا برضو للفيديو اللي فات علشان تقدروا تفهموا النقطة دي اكتر. النهاردة بقى عايزة اتكلم معاكم في ان احنا ازاي نقدر نسمع اشارات الجوع والشبع في جسمنا، وازاي اقدر اميز الجوع الحقيقي من الجوع العاطفي، واني اكل لما اكون فعلا جعانه حقيقي مش مجرد ده جوع عاطفي. عاوزاكم دايما لما تفكروا في الجوع والشبع فكروا دايما ان احنا عندنا سكيل من 1 ل10. 1 ده انا جعانه تماما، قاعده في صحراء ما باكلش، هموت من الجوع، starving من الاخر يعني. و10 انا شبعانه تماما، خلاص اكتفيت من الاكل، اكلت لحد ما بطني اتملت تماما، اللي هو لدرجه ان انا خلاص حاسه بتخمه وعايزه افتح زرار البنطلون مثلا. عايزين لما نيجي ناكل نكون عند جوع مريح، اللي هو مثلا من 3 ل4. ولما اوقف اكل برضو هوقف عند شبع مريح اللي هو 7-8. علميا الكلام سهل وواضح، بس عمليا بقى ازاي اقدر ان انا اطبق الكلام ده؟ الحل في ان انا دايما اكون على تواصل مع جسمي، اني ما بين كل لقمه والتانيه وانا باكل كده ابدا ان انا اسال جسمي انا فين دلوقتي من الشبع، هل انا بدات اشبع ولا لا. ان انا بسيب الشوكه او المعلقه مثلا في الطبق وامضغ الاكل كويس وابلعه، وبعدها ابدا ان انا اخد اللقمه التانيه، ما اكونش ان انا بحشر الاكل من الاخر. وانا باكل اكون بحس بالنكهات، احس ايه ده، الله الاكله دي فيها قرفه، ايه ده الله حلوه قوي التكستشر بتاع الاكل النهارده، الاكله دي مقرمشه، ده طريه وبتدوب في البق، دي مثلا جوسي زي ما بنقول على البرجر. فاللي هو انت مش منعزل عن الاكل، انت في حاله تواصل مع جسمك وانت بتاكل. ما اقدرش اقول لكم امنعوا شاشات، لان انا بصراحه استحاله اعمل كده، وبستغرب برضو الناس اللي بيقولوا ان هم بيمنعوا شاشات. في برضو تكنيك تاني اتعلمته، ان احنا ناخد نفس طويل ما بين كل لقمه والتانيه ونطلعه بالراحه. انا بصراحه بنسى ان انا اعمله، بس لما بعمله بحس فعلا بفرق، وبحس ان نكهات الاكل بتكون باينه اكتر. امتى بقى اعرف ان انا خلاص كده وصلت لشبع مريح واقدر ان انا اوقف اكل؟ هلاقي ان الاكل طعمه مش زي اول قطمه اخدتها، وان خلاص فاضل مثلا قطمتين كمان وابدا ان انا اوصل لشبع غير مريح. ابدا ان انا خلاص احس ان انا شبعان قوي او حاسس بتقل. انا عايزه ان انا لما اجي اقوم من على الاكل اكون خفيف، اكون في شبع مريح، اقدر ان انا اقوم اتمشى، اقدر ان انا اقوم الم الاطباق، املى غساله الاطباق مثلا، اقدر ان انا اتحرك في البيت. هو ده بالنسبه لي الشبع المريح. لما هوصل لشبع المريح ده هبدا ان انا اوقف اكل. مهم ان احنا لما نيجي نوقف اكل ان احنا نطمن جسمنا، لان هو برضو لسه مش واثق فينا، لان احنا جايين له من عقليه دايت بنمنع فيها الاكل. فمهم ان احنا لما نيجي نوقف اكل هنقول له تمام، الاكل ده مش هيروح في اي حته، الاكل مش هيهرب، الاكل موجود، انا اقدر لما اجوع ان انا اكل تاني. طيب ازاي بقى افرق ما بين الجوع الحقيقي والجوع العاطفي او الكريفنج او الرغبه الملحه اللي بتيجي دي؟ الجوع الحقيقي هو ده اللي انا لسه شرحاه من شويه، انه مصدره الاساسي بيكون المعده. ببدا احس ان المعده فاضيه شويه، ابدا احس ان طاقتي بدات تقل. اما بقى الجوع العاطفي او الكريفنج ده بيجي فجاه، وبيكون مصدره الاساسي هو المخ. تحس ان الرغبه دي جايه من دماغك، ان هو كده لازم تاكل الاكله دي، لازم تاكلها دلوقتي، لازم تاكلها دلوقتي. وبيكون دايما الكريفنج لحاجه معينه، انا مش جعان في العموم، لا انا عايز اكل حاجه معينه، انا عايز اكل قطعه الكيكه دي، او انا عايز اكل قطعه الشوكولاته دي. لكن الجوع الحقيقي ان انا لو قدامي اي حاجه هاكلها، ان انا لو في بيض هاكله، لو في تفاح هاكله. لكن الكريفنج بيكون دايما في صوره حاجه معينه عايزه اكلها، وبتكون رغبه ملحه. الكريفنج كمان ممكن تيجي بسبب ان انت متوتر او زهقان، او في حاجه ضغطاك، فاللي هو عندك احساس كده، شعور معين عايز تعمله نامنج، عايز تخدره وعايز تسكته. عاوزه افكرك ان مهم ان يكون الحافز الحقيقي ورا ان انت عايزه تتغيري وتبني عادات جديده ان انت بتحبي نفسك. ما ينفعش تفضلي تقولي لنفسك انا تخينه وعمري ما هتغير، لا بالعكس، قولي لنفسك انا التغيير ده هياخد وقت. ما ينفعش في يوم وليله ان انا هخس، انا ببني عادات جديده.
فمهم ان احنا نكون بنحب نفسنا، وصدقيني هو ده بجد الحافز الحقيقي اللي هيخليكي تكملي، ان انت بتحبي نفسك وحابه ان انت تكوني مرتاحه. وحبي نفسك لان هي تستاهل ان هي تتحب، حتى كده من فيلم حب البنات. الفيديو الجاي هتكلم معاكم ان ازاي بقى نتعامل مع الجوع العاطفي ده او الكريفنج دي، وازاي اقدر ان انا اهدي جسمي علشان الكريفنج دي تمر بسلام بدون ما انا منهار على الاكل. انا حابه ان الفيديوز بتاعتي تبقى كده سيف سبيس بنتعلم فيها ازاي نجلو اب من جوه ومن بره، مش بس في الشكل بس. فلو انتوا عندكم اسئله اكتبوها لي وان شاء الله هجاوب عليها في الفيديوهات الجايه، واشوفكم الفيديو الجاي.